لو كان المعيار الوحيد الربح والخسارة لجاءت الدعارة في الصدارة بكل جدارة. للأسف لوثة الغاز أعمت الأبصار. هكذا علق الكاتب الصحفي وائل القندبل على صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي. الأصوات الناقدة قالت إن هذا دعم لاقتصاد دولة الاحتلال في وقت تواجه فيه عديد الصعوبات المالية بعد حرب غزة. أما أبواق السيسي فقالوا إنها صفقة اقتصادية بحتة لا أبعاد سياسية لها. دي دولة، يعني انت بتزايد على وطنية الرئيس، انت بتزايد على وطنية الدولة المصرية. ما هو الرئيس اكيد موافق يا جماعة. يعني هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اقول لك، اكبر حد بيتعامل مع اسرائيل في الاستيراد والتصدير والاكل والشرب والكهرباء والميه الفلسطينيين بيشتغلوا عند الاسرائيليين ويرجعوا ويروحوا المصانع وغيره، والدول العربية كلها بتتعامل مع اسرائيل. لكن منذ متى الاقتصاد والسياسة منفصلان؟ ألا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على دول بسبب خلافات سياسية كما هو الحال مع إيران وروسيا وفنزويلا؟ دكتور فايز أبو شمالة علق من دوره: الغاز الذي اشترته الحكومة المصرية من العدو الإسرائيلي بمبلغ 35 مليار دولار أمريكي هو الغاز المسروق من بحر غزة ومن بحر سيناء العربية. العدو يسرق ويغتصب والشعب المصري يدفع من قوت يومه.